تعالوا بقى نعمل مع بعض صينية بسيسة كده حلوة كده قمر زي ما انتم ما شايفين. مش قادرة اوصف لكم طعمها وريحتها كانت عاملة ازاي. وكانت بسم الله ما شاء الله هشة وجميلة جدا وطعمها كان تحفة. لو اول مرة تشوفيني، انا اسمي مروة خلاف ومطبخي اسمه مطبخ ميرو. بصوا طرية ازاي، وهقسم لكم كده الحتة منها كده عشان تشوفوا القلب. طبعا الكاميرا مش موضحة قوي عشان كنت ماسكة الكاميرا بايدي. تمام. هنا بقى هنبدأ ايه ان احنا نقطعها. طبعا سبتها تهدى شوية، ما قطعتهاش وهي سخنة، لان لو قطعتيها وهي سخنة هتبقى مفتفتة معاكي، فبلاش تقطعي الحاجة وهي سخنة. شايفين بقى اخر حرف ده؟ مش قادرة اوصف لكم الطعم بتاعه كان عامل ازاي. انا بحب الحروف دي جدا جدا جدا، ومش قادرة اوصف لكم كان طعمها حلو قوي قوي قوي. انا وانا بقطعها كلت منها كتير جدا. طبعا دي تنفعنا بقى في الفطار الصبح مع كوباية شاي بلبن، وتنفعنا كده مع العشاء كوباية شاي بلبن وقطعتين بسيسة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول واقول لكم هنبدأ بقى ونعمل ايه المقادير. هنا معانا كوباية سكر، ومعانا كوبايتين دقيق، واحد ابيض وواحد دقيق بسيسة. وهنا معانا نص كوباية زيت. اهم حاجة يا جماعة يكون الزيت نضيف، ما يكونش ريحته مزرنخة. وهنا معانا 2 فانيليا وحبيتين بيض وكيس بيكنج باودر. طبعا الكيس الصغنن اللي مربوط ده كان اخر شوية سمسم عندي. تمام. هنحط هنا كوباية الا ربع لبن. الكوباية اللي انت بتعايري بيها عايري بيها كله عشان خاطر تبقى المقادير معاكي مظبوطة. ما تعايريش بكوباية وكوباية. طبعا لو انت عايزة سكرها يكون مظبوط، انا حطيت كوباية زي ما انت ما شفتي كده، بس ما كانتش يعني مليانة قوي. لو حباها تكون دلعة حطي نص كوباية، بين البنين بقى كوباية الا ربع. هنا بقى حطينا الحبايتين بيض ماشي، وهنحط الفانيليا، كيسين الفانيليا، وهنحط معلقة خل. الخل في المعجنات يا جماعة وفي الكيكة حلو جدا. تمام. وبيمنع زفارة البيض. طبعا هنا كده هنجيب بقى المضرب بتاعنا وهنضربه. طبعا لو مش متاح عندك المضرب الكهرباء، يبقى في الخلاط المكونات دي كلها حطيها في الخلاط مرة واحدة، واضربيها لمدة بتاع 5 دقايق كده لحد لما القوام يكون ايه، عامل فوم كده معاكي. يعني بصوا بقى هش شوية ولونه فتح. هننزل بقى بكوبايتين الدقيق. ده واحدة دقيق بسيسة وواحدة دقيق ابيض. حابة تعملي بدقيق بسيسة بس عادي، بس انا بحب الاتنين مع بعض، بيديها طعم حلو قوي. تمام. هنحط بقى الكيس البيكنج باودر، هنفضيه كله. وبعد كده هنضرب المكونات دي كلها بالمضرب. احنا مش هنضربها ان هي هتتضرب ضرب كتير يعني، لا يا دوبك بس هنلم الخليط كله. وهنكون جايبين الصينية بتاعتنا هندهنها زيت. برضو الزيت يا جماعة يكون نضيف. وهنفضي بقى ايه خليط البسيسة بتاعنا. شايفين القوام بتاعه ولا تقيل ولا سايل قوي، يعني مظبوط، القوام بتاعه مظبوط جدا. تمام. وبعد كده هنخبط الصينية كده خبطتين كده على المطبخ. اما هاتي واحدة شيش طاووق الخلة وروح يعني اعملي في الصينية كده رايح جاي رايح جاي عشان تطلعي اي فقاعات فيها. تمام. وهندخلها على درجة حرارة 180. هتقعد في الفرن. هندخلها بقى على درجة حرارة 180، هتقعد معانا من ربع ساعة لتلت ساعة، مش هتتأخر. حابة بقى تحطي فيها سمسم كده من فوق الوش زي ما انا ما عملت، حطي. بس على فكرة السمسم بيفرق قوي في الطعم، بيخليها طعمها حلو جدا جدا جدا. طبعا لو مش حابة السمسم ما تحطوش، بس انا بصراحة بحب السمسم، بيخليها طعمها حلو قوي وبتبقى طعمها جميلة، يعني بتحس ان هي ايه فارقة معاكي عن الكيكة. هنا بقى طبعا بعد ما هنطلعها هنختبرها بالسكينة. تمام. بصوا السكينة لما تطلع معاكي الوش والظهر نجيف تعرفي ان الكيكة بتاعتك او البسيسة بتاعتك ناجحة. طبعا دي وصفة اليوم، يا رب فيديو النهاردة يعجبكم، وما تنسونيش بقى في لايك ودعوة حلوة كده من قلبكم، وبحبكم في الله، ولايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.